السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة محشي الكرنب بطريقة سهلة وبسيطة جدا. انا عملته معاكم كتير قبل كده. عندي هنا ورق الكرنب انا سلقاه ومقطعاه، وهجيب بعد كده عندي الرز مغسول كويس جدا ومصفياه. وانا مجهزة تسبيكة المحشي، عبارة عن سمنة وزيت، توم، بصل مفروم، وعصير طماطم وصلصة طماطم. سبتهم يتسبكوا كويس جدا على النار لحد ما بقى شكلها معايا كده بالشكل ده. هضيف بقى بعد كده الصلصة بتاعت التسبيكة اللي انا عملتها على الرز، وهضيف بعد كده التوابل بتاعتي. انا عندي خلطة حلوة قوي للمحشي، عبارة عن ملح على فلفل، ملح على كمون وكزبرة وشطة وفلفل اسود. عايزة تضيفي بهارات عن كده ماشي، بس انا ما بحبش ازود بهارات للمحشي غير البهارات دي. وهنزل بعد كده عندي بالخضرة المحشي بتاعتي، شبت وبقدونس وكزبرة، وهقلب بقى خلطة المحشي بتاعتي كويس. كده اصبحت الخلطة عندي جاهزة. هبتدي بقى الف حلة المحشي بتاعتي، ولما اخلصها خالص حبايبي هوريكم شكلها عامل ازاي. كده انا خلصت الحلة. هبتدي بقى اضيف عليها معلقتين من السمنة، وهسقيها شوربة. انا عندي شوربة، ما عندكيش شوربة ممكن تستبدليها بمرق الدجاج، بس الشوربة طبعا بتبقى افضل بكتير للمحشي، بتدي للمحشي طعم ولمعان جميل جدا. بعد ما ضفت الشوربة بقى ههز الحلة بتاعتي علشان الشوربة تنزل في الحلة من تحت، يعني توصل للمحشي من تحت، عشان تبقى التسوية كلها واحدة، ما يبقاش مستوي من فوق وني من تحت. كده خلاص بقى انا هحطها على النار، ولما يستوي المحشي بتاعنا هوريكم حبايبي شكله عامل ازاي، وهنغرفه مع بعض. الشوربة طبعا ما تكونش يدوب على وش المحشي، ما تكتريش الشوربة عشان ما يعجنش معاكي. وكده استوى بتاع المحشي بتاعنا معانا، ما شاء الله شايفين شكله جميل جدا. وهوريهولكوا دلوقتي مش معجن، مفيش صوبع ماسك في التاني ومستوي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. شايفين ما شاء الله جميل جدا ومفرفر، مش معجن، وفي نفس الوقت مستوي. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير والاشتراك في القناه علشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.